السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأرض تتهيأ لأمر جلل، والكلام ده مش مجرد عناوين ومانشيتات، لا 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 لا. الشواهد بتقول إن إذا أتى نصر الله سبحانه وتعالى يأتي دفعة واحدة. إذا أتى فرج رب العالمين سبحانه وتعالى يجي مرة، يعني دفعة واحدة كده متتالية كده، زي العقد كده لما تقطعه ينزل حباته. تبدأ تشوف حاجات وشواهد، حاجات كده كبيرة قوي. حرب وقفت، تخلى العرب، تخلى المسلمون، تحرك قلوب غير المسلمين. حتى الجنود الأمريكان كانوا جايين على القوارب في أسطول الصمود وشهادات لجنود أمريكان. هنبدأ نشوفها مع بعض. احتجاجات الساعات القادمة، احتجاجات في 50 ولاية، احتجاجات يمكن تكون الأكبر في تاريخ أمريكا على ترامب وعلى سياساته وعلى القمع اللي عمله في أمريكا. باكستان المسلمة التي تمتلك النووي بتضرب أفغانستان المسلمة. هلا خلاص بقى، ما احنا ما عادش في حاجة النهاردة ما تتكشفش. باكستان التي تمتلك النووي، باكستان المسلمة، تروح تعتدي على دولة مسلمة زيها وحاجات بنشوفها، وتثني على ترامب. شفنا طبعا في المؤتمر وزير خارجية باكستان وهو عمال يقول شعر وقصايد في ترامب، وهو يمتلك القوة لكن لا يمتلك الإسلام ولا تعاليمه. بينما نرى لا يمتلك النووي والسلاح ولكن يمتلك الإسلام بس، فأخضعوا العالم كله. أخضع العالم لهم، أخضعوا العالم كله، واللي معاه قاعد دلدول، قاعد دلدول، يسلطوه يتسلط، يعملوا فتنة يتفتن. فيبدو إننا قدام فعلا تهيئة جديدة يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى في عز ما توقف الحرب منعين عليهم برضو ان يدخلوا ويفتحوا المعبر او يخشوا يرفعوا الانقاض، بينما داخلين بالامر يدوروا على الاسرى الاسرائيليين. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى يروح بعت لهم رزق لم يعني يعني يبعت لهم حوت صالح للاكل، سمكة حوت صالحة للاكل تطلع على الشط، طولها 10 متر، وزنها بالاطنان، تقول لهم انا جايه من عند ربنا، ربنا بعتني عشان تاكلوني. كده مين يصطادها دي؟ مين يعرف يصطادها دي؟ محدش يعرف يصطادها. خلاص. فيبدو الشواهد بتقول إيه يعني الايه الكريمه بتقول ايه؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. يعني تامل كده الايه بتقول ايه؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، بأنهم ظلموا من الدنيا كلها، ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فنبدأ نشوف دلوقتي الموضوع بقى قلب على الجهة التانية. احتجاجات في الساعات القادمة لم تسبق لها مثيل. احتجاجات على سياسات ترامب، توقع خروج الملايين للتظاهر في عدة مدن أمريكية تلبية لدعوة حركة لا ملوك أو لا للملوك، لا ملوك أو لا للملوك. أمريكا مش ملك حد، أمريكا مش ملكية، لا ملوك ولا للملوك. ما احناش الشرق الأوسط، لا مؤاخذة يعني، استغفر الله العظيم. ما احناش دول العالم ما فيش رقم، خلاص ما وصلوا للأرقام اللي هي مش هتقدر توصل رقم كام. كان زمان العالم الثالث والحاجات دي، ما فيش النهارده، مش موجودين بس يتحلبوا بس ليه الرز بتاع خلاص. تعالى وتخيلوا، يعني تخيلوا، يعني انت تصور واقع ان المشاهد اللي احنا شفناها من حكومة غزة. يعني ما ترامب قال ايه والله هم عملاء وكده، يعني هم ميليشياته بتاعه العملاء اللي هم عملوا فيهم دول.
هذه هو انا مش سعيد قوي، انما يعني يعني ترامب بيبرر لحكومة غزة محاسبة الخونة، بينما السعودية والامارات والخليج ومصر يقولوا انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي يا ترامب؟ اذا كنت تعلم فهذه مصيبة، واذا كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم. ازاي الكلام ده؟ انت فين يا عم؟ ده الناس دول تبعنا، المرتزقة دول الخونة دول تبعنا بيخصونا. انت ايه التصريح المايع اللي انت قلته ده؟ انك مش سعيد قوي وبتاع. لا لا لا، شد شوية. فطبعا لنا نصمت على الاعتداء على المدنيين وبتاع، غير الخطاب 180 درجة طبعا. علشان ايه؟ علشان هو محتاجهم يعني. وبعدين بقى اللي محدش واخد باله منه ايه؟ ان ترامب هرش الحكايه. يعني قال لك والله بقى حكايه حكومه غزه دي انا العب بيها بقى، حيث انها مهدده العيال دول اللي هم خلاص البقر الحلوب، العب بيها بقى. فترامب بدا يلعب بكارت حكومه غزه لانه يمسك رقابي الدلاديل اكتر من ناحيه حكومه غزه، اللي هو بقى يبتزهم بيها. خلاص، فبقى تصريح جاي وتصريح رايح، تصريح جاي وتصريح رايح. شوف سبحان الله شوف سبحان الله، الدول والجيوش والعروش والاسلحه واللي والخيانه وكل الفتره دي كلها، وتيجي النهارده حكومه غزه تبقى كارت في ايد ترامب ضد الخونه والمطبعين سبحان الله سبحان الله. والنهارده مش عارفين بقى ما ستؤول اليه الامور، ما ستؤول اليه الامور. من المقرر ان يتظاهر السبت ملايين الاشخاص في ربوع الولايات المتحدة احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترامب والدفاع عن الديمقراطية، وذلك تلبية لدعوة أطلقها حركة لا ملوك، وبمشاركة عدة منظمات حقوقية في تحرك يذكر بيوم احتجاجي آخر شارك فيه الملايين أيضا منتصف يوليو الماضي. سيخرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على سياسات ترامب والدفاع عن الديمقراطية واستجابة لدعوة أطلقتها حركة لا ملوك. بعدين ترامب عامل حاجة فظيعة قوي، واخد كوبي بيست من الزوار الفجر، وقاعد يقبض على الأمريكان في نصاص الليالي. زوار الفجر شغالين وملثمين وقمع وبتاع وحركات. يعني نقلت التجربة العربية في القمع لمين؟ لأمريكا، اللي هي رعاية لا مؤاخذة يعني كانوا بيقولوا رعاية حقوق الإنسان. فطبعا ما بقتش أمريكا كده. يعني ما طلعش واحد قال لك والله ده أمريكا أنا اللي بنيها على كتفي، مفيش الكلام ده. إنما هم اللي عملوا الكلام ده، هم الشعب، الولايات كله. فلا ملوك يا حبيبي، ما عندناش الكلام ده. الكلام ده الشرق الاوسط اوكي ماشي يمشي الكلام ده عند الدول اللي هي ملهاش رقم دي، انما عندنا احنا هنا لا، الزم ادبك واعرف حجمك واعرف انت مين. انت فكرنا تبعت لنا زوار الفجر وملثمين ويعملوا فينا ويسووا فينا والحكايه سايبه كده؟ لا 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 لا، ده انت كده تخطيت كل الحدود. قالك فمن نيويورك إلى سان فرانسيسكو ومن شيكاغو إلى وسيكون هناك وسيكون هذا ثاني يوم احتجاجي على الصعيد الوطني منذ منتصف يوليو، حين نظم هذا التحالف المناهض للملياردير الجمهوري والذي يضم حوالي 100 منظمة يوما احتجاجيا شارك فيه ملايين الأشخاص، وكان ذلك أكبر تحرك احتجاجي ضد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الثاني. وبعد 4 أشهر من التحرك الأول يتوقع المنظمون حدوث أكثر من 2600 تجمع احتجاجي من المتوقع أن يشارك فيها ملايين الأشخاص. يعني هتبقى درمغة بالمعنى الحرفي. على صعيد آخر يعني تم الكشف عن أن من ضمن محتجزي أسطول الصمود جنود سابقين في الجيش الأمريكي.
احنا بنقول الدنيا بتتغير والارض بتتهيأ وحاجه تانية خالص. اذن للذين اذن، اذا اذن الله خلاص ياتي النصر والفرج دفعه واحده، كعقد انفرط عقده فتتابعت حباته ورا بعضه كده. فنكتشف ده غير الجندي طبعا اللي عمل في نفسه قدام البيت الابيض وكذا. وبعد جنود امريكيون سابقون يروون قصص اختطافهم من اسطول الصمود، من اسطول الصمود. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه حكايه بقى التريقه والتحفيل على مذكره اعتقال نتنياهو. ليست بالهين تكتيفه نتنياهو، وبالتالي سعت اسرائيل لرفع القيود ونحاول نشتري والحكايه والروايه. قالوا لهم لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. الجنائيه الدوليه، الجنائيه الدوليه ترفض طلب اسرائيل الغاء اوامر اعتقال نتنياهو وغلط. خلاص ما فيش الكلام ده، ما مش احنا مش هنتباع ونتشري بالفلوس والكلام ده كله. طبعا في قصف حصل وراح ضحيته 11 شهيد في الساعات الأخيرة، ولا ضامن للاتفاقية إلا الله، لا ضامن للاتفاقية إلا الله وجنوده سبحانه وتعالى. فلا تقول لي بقى مضى على إيه والاتفاقية كان فيها إيه والكلام إيه والكلام على مين. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الناس اللي جت وقعدت دي ما جاتش وقعدت بمجهودها، انما اجبروا. الكل اجبر، من اول الكبير بتاع امريكا للدلدول السين اوسط، كله اجبر على القعده دي وتوقيع على اي حاجه تتكتب خلاص، في سبيل اني سيب ونسيب، في سبيل اني في قوه متكافئه. ازاي تحسبها متكافئه؟ ما تقدرش توصل لها، انما بميزان القرآن تقدر تعرف ان القوة الصغيرة دي مش متكافئة بل هي اعلى.